في يوم من الأيام الحاجة فاطمة صحيت من النوم، راسها بتوجعها جامد جدا، أكن في شاكوش بيدق في جواها. قالت لنفسها يا ساتر يا رب، إيه الوجع ده؟ ابنها أحمد شافها تعبانة قال لها مالك يا أمي؟ قالت له راسي هتنفجر يا ابني، مش عارفة أعمل إيه. أحمد افتكر كلام الصيدلي اللي قاله قبل كده ليه إن في أنواع من الصداع، وإن مش كل صداع بيحتاج نفس نوع العلاج. راح أحمد جري على الصيدلية وحكى للصيدلي على الوجع اللي أمه بتحس بيه. الصيدلي سأله الوجع ده فين بالظبط يا أحمد؟ في نص راسها ولا في راسها كلها ولا من قدام ولا من ورا؟ بتحس بدوخة معاه ولا بترجع؟ أحمد قال له إن الصداع يا دكتور في نص راسها، ولا في دوخة ولا في ترجيع ولا في أي حاجة، في نص راسها فقط. هنا الصيدلي فهم إن الصداع اللي في راس أم أحمد صداع عادي جدا، ولا صداع نصفي واخد نص الوجه ولا أي حاجة خالص، ولا في أي حاجة خطيرة. فالصيدلي راح مديله دواء مسكن بسيط وقال له خليها تاخد الحباية ديت وتريح وتنام شوية وهتقوم إن شاء الله كويسة. وفعلا الحاجة أم أحمد خدت الدواء ونامت في أوضة مظلمة وهادية تماما. ولما صحيت من النوم لقت راسها أحسن بكتير. ومن اليوم ده عرفت إن مش كل أنواع الصداع واحدة، ممكن يكون الصداع حاجة بسيطة جدا وإحنا معظمينه، وممكن يكون حاجة قوية جدا وإحنا متفهينه. وعرفت برضو ان الصيدلي فاهم كويس ايه نوع الصداع اللي عندك وايه الدواء اللي هيكون مناسب ليه.